كانت عمان وما زالت محطة مهمة جدا للعراقيين، سفرهم، عودتهم، أيضا إقامتهم. في أواخر التسعينات من القرن الماضي ظهر صوت عراقي متميز جدا، احترف غناء الأغاني التراثية العراقية ووصل صوت الملايين المستمعين في العراق. هو الفنان الجميل بشار العزاوي. قررت كاميرا كنا هناك أن تكون موجودة اليوم في عمان بسبب وجود هذا الفنان في عمان، وقررنا أن نجري وياه هذا الحوار. مرحبا بشار. هلا رنا. أهلا وسهلا بك. هلا بيك. بشار، من سنوات، يعني تقريبا من 10 سنوات، وصل صوتك للمستمع العراقي، وصل بشكل متميز جدا. كنت تغني الأغاني التراثية. نعم. وبشكل مختلف عن المألوف والمعتاد. بعدين فترة غبت، يعني الناس عرفتك حتى قبل ما تعرف شكل بشار العزاوي، وعرفتك وحبتك واختفيت. فوين كانت هاي الغيبة؟ سؤالك هذا جوابه يمكن يطول. على العموم بنهاية التسعينات، بداية 2001 بداية 2001 وصلت مرحلة، يعني كنت عايش بعمان، لأن هو هذا المكان الوحيد اللي كان ممكن واحد يعني يستقر به في ذاك الوقت. حسيت أنه محتاج إلى تجربة جديدة، محتاج أنه أتعلم أشياء أكثر عن نفسي فحسيت أنه مثل كان اكو نداء داخلي انه لازم اسافر، لازم ابتعد، مو بس اسافر، ابتعد عن كل شيء. وهذا الشيء فعلا سويته. بقيت 10 سنين تقريبا باوروبا، وذيك الفتره علمتني هواي اشياء عن نفسي، عن الموسيقى، عن ثقافتي، عن يعني الباك جراوند مال العراق، عن الموسيقى العراقيه، لانه تعلمت عن من ثقافات ثانيه. بشار العزاوي لو بشار حسام، يعني بالبدايه كنا نعرف بشار حسام، بعدين ظهر باسم لا بشار العزاوي، فأي هو بشار حسام العزاوي. اختاروا لي يصرف لكم. عادي عادي عادي. بشار هو يعني اسم والدي حسام، فاكو هواي يعرفوني بشار حسام. فمن نزلت السي دي الاسم تايتل كان بشار العزاوي، فاكو قسم يعرفوني بشار حسام. تعتمد انه شلون نزل الكاسيت او السي دي ببغداد، اكو يعني محلات تسجيل نزلتها بشار حسام، فالناس. بس هذا احيانا يعني خلق يمكن حاله ارباك، يعني هل هو بشار العزاوي نفسه بشار حسام؟ توصلني دورات ايميلز، دورات توصلني، يعني ناس يلتقون بي يقولوا لي انت نفسك بشار حسام او بشار، يعني بس هو نفس الشيء يعني. هنا مار بي يا मेरी सिया من الهندسة المدنية إلى الموسيقى والغناء، فكيف صارت هاي الانتقالة؟ هو أصلا ما صارت انتقالة. شوف احنا بالعراق تعرفين، واحد لازم يدرس يكمل ما ادري شنو، اهله والمجتمع عندهم يطلبون منه يسوي اشياء معينه على مود يريحهم، او اكو اعتبارات اجتماعيه معينه لازم يعني نفكر بيها. فبوقتها معدلي كان عالي بالسادس، واهلي ادخل هندسه، ادخل طب، من هالسوالف هذه. ففتت هندسه لاني احب الفيزياء والرياضيات لاسباب اجتماعيه. بس الشيء اللي فعلا كنت اريد اسويه، الشيء اللي كنت اتمناه واحب اسويه هو الموسيقى. فدرستها لمجرد ان دراستها. وين دراستها؟ بغداد، جامعه بغداد بالجادريه. لا الموسيقى اقصد، مو الموسيقى ما دراستها، الهندسه دراستها. اوكي. الموسيقى ما دراستها، ولا عمري دخلت مدرسه، وما عندي حتى معلومات نظريه بالموضوع. بس طول الوقت من نايم ومن قاعد افكر بالموسيقى. شلون بدت علاقتك بها؟ هي علاقتي بها ظاهر موجودة من زمان واني ما اعرفها. شلون بديت اكتشف علاقتي بها؟ الكوامن، يعني بالاشياء الكامنة بالانسان. بالضبط. حسيت انه اكو نداء داخلي. عجبني اجيب جيتار واعزف وكذا، كان عمري 16 سنة، يعني نسبيا متاخر. عادة يبدون يعزفون يبدون بعمر اصغر. 16 سنة ايام الاعدادية. اخر فترة بديت شوي اعزف كلارنيت، شوي ساكسفون كذا، انه اجيبها اوكي هذا اللحن، فاحاول ابني علاقة، يصير مثل العلاقه كانه شيء ما اعرفه كليا. فهاي العمليه هي بحد ذاتها هي متعه. اترف من جفاف المهر قندون ما ضايق شيء
شكاور يا حلو يا جرة كحل يا حلو يا بوسة سهر. بشار، لما كنت 16 سنة بديت تتعلم على الجيتار. yeah. بعدها بكم سنة قررت أنه تقدم نفسك كموسيقي وكمطرب؟ هي شغله نمت من كيفها، يعني انا ما قررت انه هيك راح اسوي. كملت الاعداديه، دخلت الكليه، وذاك الوقت تقريبا صف اول ثاني كليه، يعني 18 19 سنه بدا يصير عندي الاحساس انه ممكن هاي كم شغله تعلمتها ممكن اقعد قدام ناس واسويها ويسمعوني وكذا. فبديت اعزف، نسوي كونسرتات صغيره، امسيات يسوون بها معارض رسم. مثلا معرض يكون كذا رسام حاط اللوحه مالته، فمعرض كبير مال رسم، يبدي الجاليري ورا ما يخلص او قبل ما يخلص الكونسرت يكون محضري بقاعه ثانيه واسوي الكونسرت. فذاك الوقت هاي كانت اول شغله اسويها ببغداد، ويجون اصدقاء، يجون الناس اللي يعرفوني، اكو كم الاشخاص اللي يجون عن طريق المعرض هم يعني يجون يسمعون الموسيقى، فهيك بدت. بشار، قبل ما نحكي عن الاغاني، اول اغنيه، يعني انت قلت اكثر من اغنيه سجلت في البدايه، كم اغنيه مثل ما نقول؟ نعم. اول اغنيه قررت انه تسجلها شنو كانت؟ او غنيتها؟ اول اغنيه غنيتها حبيبي راح، بس اول اغنيه صورتها كانت روحي مودعه. روحي مودعه هي احد اغاني الفنان الكبير المرحوم عباس جميل، وكلش احب هاي الاغنيه. فصورتها بوقتها اندلس ياسين البكري كانت طالبه باكاديميه الفنون، وكان عندها الامكانيات انه تصور. قالت لي انت كذا كذا مسوي هالاغنيه، كلش احب الاغنيه، فخلي نسوي لها فيديو كليب. روح مودعه بلوعه خذلتيني، روح مودعه بحسره خسرتيني، روح مودعه بلوعه خذلتيني، روح مودعه بحسره خسرتيني، بمخدة الدمع انساك ونسيني، بمخدة الدمع انساك ونسيني، وين الوفا وين الوفا وين الوفا وين الوفا وين، روح مودعة بلوعة خذلتيني، روح مودعة بحسرة خسرتيني. بشار، انت عشت بعمان سنوات قبل نعم. ان تقرر ان تغادر. نعم. في اماكن معينه هنا لها ذكريات مهمه الان من رجعت حاب ان تشوفها، او كان عندك نشاطات بها حاب ان تكرر هاي النشاطات؟ طبعا كل مكان له ذكرى او ذكريات معينه بعمان، بس من المكانات اللي كلش احبها، ولو سمعت انه اللوكيشن مال هالموقع تغير، ما اعرف وين صارت، موقعها القديم تغير، قاعه الاندا، جاليري الاندا، سويت بيه كونسرت، وبوقتها تسجل يعني الكونسرت هاي الامسيه، ونزل الكاسيت ببغداد وهواي ناس سمعته. فبصراحه صار لي فتره عاجبني اروح، بس ما يصير وقت وما اندر المكان الجديد بصراحه. زين، اني اندر، خلينا نخلص الشاي ونروح. لا مستحيل. فخلينا نخلص بس الشاي وننتقل الى جاليري الاندا في الوردة. سولة الناس الملامة واحنا سولتنا الصبر، وشمت القاع بصبرها تشوغله تفوت تنتظر، تلولى حي تلولى حي روحي قصيبة، تلولى حي تلولى حي تلولى حي قلبي قصيدة تلولى حي. بشار، وصلنا الآن إلى جاليري الأندا، ومثل نشوف الفيو اللي ورانا عمان القديمة، منظر جميل جدا. علاقتك بهذا المكان؟ علاقتي بهذا المكان خوش سؤال. المكان تغير
لان كان الموقع مال مكان ثاني، والموقع جديد هواي احلى شايفه، وخاصه المنظر، المكان يعني الغرف الجديده اللي مسويها، الديزاين. رغم انه تغير المكان، بس الى هسه عندي ارتباط به من خلال ايضا الناس اللي يشتغلون به، قسم بعدهم يشتغلون، واحتمال كبير انه هسه حكينا نسوي كونسرت يعني جديد ان شاء الله بهالمكان. انت من الاشخاص اللي يعني روح الاشياء تمسك، ف تحس بيها. انتقلت من بغداد الى عمان وبعدين الى اوروبا، كيف استطعت ان تاسس علاقه ويا الاماكن؟ نفس الطريقه اللي اسس بها علاقه ويا الالات، يعني هي نفس الشيء متشابهه. احاول افهم، او الاشخاص احاول افهم، ما اقول لك العب دور، بس اكون المستمع، اكون الفراغ بين الالحان، بين النوتات، احاول انه اسمح الاشياء تكون، وبهالطريقه اقدر افهمها اكثر. فالعلاقه هي تتاسس من كيف اذا الانسان يسمح لنفسه انه يكون مثلا عقله متفتح، هاي نقطه جدا مهمه، وعنده الرغبه في داخله انه يتعلم عن باقي الثقافات، عن انواع ثانيه من الموسيقى، وبالتالي من يفهم ثقافات غيره، هذا الشيء مكنني انه افهم ثقافتي العراقيه اكثر. من التقينا اول مره اول وصولك لعمان، قلت لك على الكاسيتين اللي كنا نسمعهم ببغداد، اللي هم بال 99 وال 2000 وصلت لبغداد. فلما قلت لك على هاي الاغاني ضحكت وقلت لي انه بشار تغير هوايه عن هاي المرحله. ما اقدر اسمعها. شو السبب؟ السبب لانه يعني تدرين كل شيء يتطور اكيد بشكل عام. وهذا الشيء يعني الفتره اللي قضيتها باوروبا اشتغلت على هالموضوع، وما اشتغلت انه كنت ادفع نفسي انه اشتغل، بس يعني هذا النداء كان، وسويت هذا الشيء في داخلي. فبديت بدل مثلا زمان كنت بس اعزف جيتار واغني، واكثر هذا التوزيع مثلا عازفين اصدقاء انس غانم حداد ايضا وزع لي شغلي القديم. بس بعدين انحطيت في موقف انه انس ما كان موجود، زين انا لازم اكمل هالشغل، شو اسوي؟ فدخلت لهالموضوع، موضوع توزيع، موضوع عزف اكثر من آلة، مثلا محتاج كلارنيت، محتاج بيس جيتار، محتاج كذا، هاي شلون؟ فبديت هناك الآلات واحد بسهولة يشتريها، والسوق والشراء عن طريق الانترنت كلش سهل برا. كنت اجيب يوميا مشتري لي شغله وجاي بالبيت وقاعد بحاول وكذا، وبالتالي هذا الشيء تطور. قمت اسوي موسيقى مال افلام، اشتغل دراما، جينجلز مال راديو وتلفزيون، وتغيرت هالمواضيع كلها. دخلت بالموسيقى والتوزيع وضفتها بعدين للشغل مالتي. فقمت مثلا السيدي الاخير اللي نزلته قبل سنه ونص سنتين، نيو نيم، به هوايه عناصر من هذا الموضوع اللي انا عزفتها واشتغلتها. تغني أغنية تراثية، تعيد توزيعها بشكل مختلف، تعمل مزج بين النمط الغربي والنمط الشرقي أو العراقي. الأسلوب اللي تتبعه، أو هل هناك خطة لكل أعمالك أنه تمشي على هذا الخط، أم هو مجرد إحساس ونداء داخلي هو اللي يخليك تمشي بهالخط؟ الخطة أنه ماكو خطة، هاي أحسن خطة. أوكي. جديات. أحيانا الواحد زين يعرف القوانين، بس إذا يريد يكسر القانون لازم يعرفه. ما أشوف بصراحة، ما أشوف اكو فرق بين موسيقى غربية موسيقى عربية. بالنسبة لي هي كلها موسيقى. يبقى الإنسان بيش يحس، والمخزون الفكري والعاطفي مالته وعلاقته بهالألحان شنو، شو ممكن يسخر
كذا مدرسة موسيقية، سواء يعني الغربية، حتى كلمة غربية هي مو كلش دقيقة، لأن اكو موسيقى لاتينية، اكو موسيقى هندية، عندك موسيقى من اوروبا، من امريكا، هذه كلها مدارس، من اسبانيا اللي تختلف عن باقي المدارس الاوروبيه. هذه كلها شلون ممكن واحد يسخرها واحساسه وانتمائه او علاقته بها ويا الاغاني التراثيه العراقيه او الاغاني العراقيه الثانيه اللي انا سويتها، ويقدم الانسان هذا الشيء بشكل، فكرت بوقتها ردت انه يقدمه بشكل بحيث مو بس العراقيين وانما المستمع غير العربي الاوروبي ممكن ايضا يستوعب ويستمتع بهالاغاني. هذا مو انصاف منك، غيبتك هالقد تطول الناس لو تسألني عنك شرد أجاوبهم شقول، والناس لو تسألني عنك شرد أجاوبهم شقول. وصلنا لآخر جولتنا اليوم في كنا هناك، وكنا بعمان، ومعانا فنان عراقي متميز جدا هو بشار العزاوي. شكرا بشار على هاي الرحلة الجميلة اليوم. شكرا أنشرنا وشكرا للقناة أيضا. شكرا جزيلا. شكرا بشار وكل التوفيق. نشوفكم في لقاء آخر، انتظرونا دائما.